قال ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقلت ورأساه فقال وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك قالت فقلت غيري كأني بك فقلت غيري كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك قال وأنا ورأساه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وله طريق أخرى عن عائشة لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة وإلا فلم يشرع له دفنها فإلا لم يشرع له دفنها وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيا بالشرط المذكور لحديث أنس بن مالك شهدنا ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيته عينيه تدمعان. هذا قول الشيخ الألباني تعليقا على قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا وددت أن ذلك وأنا حي فهيأتك ودفنتك. قال الشيخ معلقا على هذه الفقرة التعليق إذا كان لم يطأ هذا أو لكن ذلك مشروط بما إذا لم يطأ تلك الليلة وإلا لم يشرع له دفنها. خذ هذه الفائدة إذا وطأ يبعد ولو كان قريبا يبتعد ويجعل غيره ولو كان بعيدا وهذه فائدة. والشيخ الألباني يرى أنه ما هو مشروع له من جامع أهله في تلك الليلة لا يشرع له أن يتناول المرأة وأن يقوم بدفنها وإدخالها لحدها لا يكون له وإن كان قريبا يبتعد لكن فيه لفتة أن القريب أولى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وددت أن ذلك وأنا حي فهيأتك ودفنتك فهو أولى زوجها وقريبها أولى بها. لكن هذا مشروط كما يقول الشيخ الألباني إذا لم يقارف فإن قارف يبتعد ويجعل غيره وإن كان بعيدا. جميل.